السلام عليكم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو غنشارك معكم الخدمه اللي درت في الهبطه ديال هاد الجلابه دو بيست، فتابعوا معايا الطريقه ان شاء الله. اول حاجه هي الحبيك اللي خدمت واحد الجهه، راها كنبداوها من التحت. الجهه الاولى ديك اللي خدمتها من هنايا، لان هاد النبال هذا كان في هاد الجهه هكا وخدامه عليه، ما يمكنش نبدا من هنا، لذا خدمته من التحت. وهاد الجهه الاخرى بديتها من الفوق، كيف كتشوفوا من الفوق بديتها من الفوق. بديت بالحبيك. اول حاجه درتها هي الحبيك بحال هكا بلا سلسله، حبيك عادي بلا سلسله. والخدمه اللي درت فوق الحبيك هي هذه اللي غادي نوريكم الطريقه ديالها. بديت من التحت وساليت هنا، بديت من التحت وساليت في هاد البلاصه اللي فيها الفتحه، هذا هو القب. وهذه هي الخدمه اللي بديت ديال نصدق عفوا الهبطه ديال الجلابه كملتها هنايا. دابا غنخدم معكم هاد الخدمه هذه اللي درت هنايا، هي اللي غنخدمها معكم هنايا. كيف قلت لكم التحت، الجهه الاولى بديتها من التحت، هذه من الفوق، هذا راه القب. فهذا هو القب، عفوا هنا فين كيبدا القب، وهذه غير الفتحه هنا. يلا على بركه الله نبداو هاد الخدمه هذه ان شاء الله. بعد ما ضبطت الخيط ديالي، بعد ما ضبطت الخيط ديالي على 5، غنجي لهنا البدايه ديال الخدمه في هذا الحبيك. في الجهه الثانيه اللي مازال ما خدمت، كنثبت الخيط ديالي في اول غرزه هنا. غادي نحاول نثبت الخيط ديالي هكا، عفوا بهاد كندير عقده البدايه. هاد عقده البدايه هي اللي كنخرجها من هنايا باش نثبت الخيط ديالي اللي غنبدا به الخدمه. هكا كندير واحد السلسله، ويمكن كنزيد سلسله اخرى. درت سلسلتين وغنمشي لهاد الغرزه هذه الثانيه، كندير فيها العمود، وهذا العمود الثاني في الغرزه المواليه، وغندير بحال غندير نصف عمود. كنجمع الخيوط على الكروشي 4 مرات، 1 2، كنغلف دوك الجوج الاعمده، 2 3 4 ديال المرات. وكنلف الخيط على الكروشي، كنخرجو من الخيوط كاملين، وكندير واحد السلسله. الخدمه كتكون صعيبه الصراحه، خصوصا مع التصوير. هاد الخدمه هذه ديال المغلف كتكون صعيبه باش تطبقيها مع الكاميرا هكا. درت هاد المغلف الاول، وكندير كنخلي واحد الحبكه في الحبكه الثانيه، كندير العمود. هذا العمود الاول، هذا العمود الاول، والعمود الثاني في الغرزه المواليه في الحبكه الثانيه. بنات راني كنزير يدي، ماشي كنرخيه، ما كنرخيش يدي، راه صبعاني كيضروني مع الخدمه. كنغلف هاد جوج الاعمده 3، وهذه المره الرابعه اللي كندخل فيها الكروشي وكنعمرو. المهم هذه هي الطريقه ديال هاد المغلف هذا. كنخلي واحد الحبكه في الحبكه الثانيه، كندير العمود، ثم العمود الثاني في الحبكه الثانيه،
كنرجع لخلف هاد الاعمده وكنغلفهم بعد ما عمرت هاد العمود هذا غندير غنخرج الخيط من الخيوط كاملين، غنخرج وكندير واحد السلسله، والثاني كنمشي بنفس الطريقه، كنخلي هذه وكنمشي للحبكه الثانيه. صافي كنمشي على نفس الطريقه، هذه هي الطريقه ديال هاد الخدمه هذه، كنمشي بنفس الطريقه نفس الشيء. هذا الشيء اللي درت في الجهه الاولى كنديرو في هذه حتى نوصل لتحت النهايه ديال هاد الجهه هذه كامله. وان شاء الله ملي نوصل للنهايه ديال هاد الجهه نكمل معكم يعني المرحله الثانيه في هاد الخدمه هذه ان شاء الله. بعد ما خدمت الطرفين ديالي بجوج بنفس الطريقه، يعني دابا وصلت للمرحله الثانيه، كملت هاد المرحله هذه، يعني الطرف الاول بحال الطرف الثاني. اللي بغات تكتفي بهذا الحجم هذا بالملاقيه و واللي بغات تتبع معايا الطريقه اللي غنزيد. المرحله الثانيه اللي غنزيد هي في الجهه وحده، هذه اللي غنبداها من الفوق. هنا غنبدا من الفوق نخدم على الوجه ديال الثوب ديالي، هذه هي الفتحه ديال القب. هنا القب، هذا هو القب ديالي، والفتحه فتحه كبيره لان هاد الجلابه دو بيس عندها الخدمه ديالها في الداخل. المهم غنبدا من هنا السطر الثاني. بعد ما ضبط الخيط ديالي على 5 كندخل كروشي في هذا المكان هذا، او عفوا هنا غادي ندير عقدة البداية. عقدة البداية نسدها بهذه السلسلة، غندير واحد السلسلة، غنجي لهذا الفراغ هذا غندير فيه العمود، وغندير 3 ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة ولا جوج، غندير غير جوج سلاسل، ونجي لخلف هذا العمود نغلفو بالاعمده، واحد جوج ثلاثة أربعة 5. يمكن ندير 4 ولا 5، المهم غنكتفي بهذا القدر هذا. وغنجي لهنا او الثاني لهاد البلاصه هذه الفراغ كندير فيه العمود. درت العمود كندير سلسلتين، جوج خلف هاد العمود كندير 4 ديال الاعمده ولا 5، جوج هذا الثاني، ثالث، ثم الرابع. صافي كنمشي عاوتاني لهنا، دائما كنخدم في الفراغات، ندير سلسلتين، ندير الأعمدة داخل هذا الفراغ هذا، جوج ثلاثة أربعة، ثم صافي 4 الأعمدة. ونجي عاوتاني لهنا ندير فيه العمود،
صافي غنكمل بنفس الطريقه، نفس الطريقه حتى كنوصل للنهايه ديال هذا، كنوصل تحت الجليل حتى لهنا. لا عفوا، ما غنخدم حتى نوصل للمكان اللي غنوقف فيه اللي هو الفتحه. ها الفتحه البلاصه ديالو راه طويتها ما طويتش على جوج بحال هكا، يعني حتى نوصل لهنا، لان من هنا لهنا الفتحه ديال هاد الجلابه هادي، من هنا لهنا الفتحه. وهاد الضرس هذا اللي كندير غنتوقف في هاد البلاصه هادي، يعني هنا. وهنا بعد ما كملت السطر الثالث او المرحله الثالثه من هاد الملاقيه او الهبطه ديال الجلابه، دابا غنلاقي هاد الطرف الاول مع الطرف الثاني في هاد الفراغات ديال الجهه اللي من عندي نلاقيها مع المربعات المائله. يعني الراس ديال اول عمود في المربعات المائله دائما كنحاول نثبتو بين مغلف والمغلف. من هذا المكان هذا غنبدا، دائما كنبدا من الفوق، يعني من الفوق الفتحه ديال القب، من ديك البلاصه كنبدا، ما كنبداوش من التحت. كندير واحد عقده البدايه، دخلت الكروشي في الفراغ وخرجته العمود الاول في المربع المائل، وغندخل منهم، غندوز من العمود ديال المربع المائل اللي في الجهه الاخرى حتى لهذا الفراغ هذا، وكنسد كندير السلسله الاولى وكندير الثانيه والثالثه. يعني غندير 3 ديال السلاسل، 1 2 3، كندير 3 باش ما تزيرش ليا الخدمه. كندوز الفراغ الثاني هذا بين المغلف والمغلف ونخرج للجهه الاخرى وندخل في هذا العمود هذا الفوق ديال العمود، كندخل فيه الكروشي ونسحب الخيط من العمود ونخرجه في هذا الفراغ هذا حتى هو، وصافي كندير غرزه حشو. كندير غرزه حشو في هذه البلاصه هذه، كندير 3 ديال السلاسل. عاوتاني غندخل ندير غرزه حشو من هذا الفراغ هذا العمود، اللي ما نقصش حتى شي مربع مائل، بالترتيب واحد تبع الاخر. كندير 3 ديال السلاسل، دائما كنبقى على هاد الطريقه هذه بحال كنخيط الخيط، راني دوبلتو على 3 فقط وبنفس اللون وبنفس الخيط. اللي بغى الدوبل على 5 الدوبل، ولكن انايا كنفضل على 3 باش غير كنخيط بحال غير كنخيط. المهم كنبقى بهذه الطريقه حتى نوصل لتحت، يعني اخر مربع مائل. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الملاقيه ديالي او الهبطه ديال الجلابه. بعد ما لقيت واحد المسافه ديال هاد المربعات المائله، هذا هو الشكل ديالها، كيجي زوين صراحه. وهنا من الداخل. المهم انايا غنكمل الخدمه ديالي حتى الاخر، حتى نوصل للفتحه اللي فيها اخر مربع مائل هنا. وهذا ما كان، كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش اللي يلا اكتشف القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الشكل ديال الملاقيه ديالي هنا الفوق عند القب. دابا راه مازال مكمشه، ملي كتصلح راه كتسرح. ها هي الملاقيه ديالي من الفوق حتى لتحت. وهذه هي الفتحه. كيف قلت لكم هاد المربع المائي اللي زايد هنايا غادي نسربو وصافي. هادشي اللي كاين. ومن بعد هاد الملاقيه غادي نخدم القب ديالي، التضريس ديال القب ان شاء الله.